لا، الحقيقة إن المتعة البريئة ملهاش دخل بالمكان. المتعة البريئة موجودة في كل مكان. إنك تاكل آيس كريم أو تخرج تتمشى على شاطئ بحر أو نهر أو حتى بحيرة. إنك تقعد مع حد بتحبه، قعدة حلوة مع حد بتطمن له وعاوز تقضي وقت معاه. إنك تروح تصطاد مثلا، أو إنك تتدبر في اللي حواليك. إنك تذكر ربنا سبحانه وتعالى بقلب خالي. كل الحاجات دي ما بتحتاجش لا مجهود ولا فلوس ولا بتعتمد على مكان. فالحقيقة إن المتعة البريئة كتير جدا ومتاحة في كل مكان ولأي حد. لكن لو وقعت أسير للعادة، لو وقعت أسير للتأجيل، ساعتها بس مش هتستمتع بأي حاجة. وإيه هي دايرة التأجيل دي؟ دايرة التأجيل هي لما أتخرج هبقى أعمل، لما أتجوز، طب لما أشتغل، طب لما أخلف، طب لما الأولاد يخلصوا المدرسة، لما يتجوزوا بقى. وساعتها اللي بيتقال في النهاية هو حسن الختام. بالظبط زي ما كتير جدا من الناس قبل كده قالوا. ساعتها ما بتكونش استمتعت بالموجود ولا حتى عرفت تعيش. لأن في سؤال مهم جدا هنا لازم نفكر بعض بيه. ما هو ماذا لو ما وصلتش للمرحلة اللي بعد كده؟ هبقى ضيعت اللي بين ايديا. لأن برضه مش كل اللي عايشين على ضفاف الأنهار بيعرفوا يسبحوا، ولا كل اللي جنب البحر بيعرفوا يصطادوا، ولا كل اللي في العالم الأول سعداء. هي مسألة اختيار. ولو على متع العالم الأول ففي الطيران والطيران الشراعي والجولف واقتناء السيارات والتحف الفنية ومسابقات ركوب الخيل وكل الحاجات اللي زي كده. ودي مكلفة، مكلفة جدا. فاوعى تقع أسير للعادة وللتأجيل. استمتع بالموجود علشان تعرف تقدر المأمول لما يحصل إن شاء الله. طولت عليكم في الرد معلش، لكن ده واحد من أهم المواضيع اللي المفروض نتكلم عنها دلوقتي في عصر السرعة ده. وإن كل حاجة الناس مستعجلين عليها. لازم نهدى شوية ونتدبر في اللي حوالينا علشان نعرف نقدر النعمة ونستمتع. علشان نهدى شوية. الدنيا مش سباق، فاستمتع بالموجود. قل سيروا في الأرض مش بس أمر، ولكنه توجيه إلهي علشان نهدى شوية ونستمتع بالحياة ونتعلم. ربنا يبارك لكل منعم في النعمة، ويرزق كل منعم شكر النعمة، ويرزق كل واحد باللي بيحبه واللي بيسعى إليه. سلام.